السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنى تكونوا على خير في احوال جيده، ومرحبا بكم على قناه رجاء كانال في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الحلوى بريستيج بدون فرن، كتجي زوينه بزاف وسهله التحضير بمكونات بساط. كتجي راقيه ولذيذه بزاف بالنسبه حتى الاضافه لكريمه لوتوس. بقاو معايا ونوريكم المقادير وطريقه التحضير. ودابا غادي نحتاج ليمون سيليكون على هاد الشكيلات. هذا عندي هاد الشكيل، يمكن لكم تستعملوا اي شكيلات عندكم نتوما. وكناخذ الشوكولات البيض كندوبو في الباماغي، وغادي ناخذ البانسو وغادي نبدا نعمر المول السيليكون ديالي على هاد الشكل هذا. وما يكونش الشوكولات بزاف، لانه هذا غير الكوش الاول. من بعد كندخلهم الثلاجه حتى كيبردوا، وكنعاود ندير لهم واحد الكوش ثاني، وهكا كنحصل على الشكل اللي بغيت. ما تيكونوش شي واحد الفقاعات خاويين، كنحصل على الشكل تيكون مزيان. كنستمر بحال هكا حتى كنكمل لي مول بزوج. ودابا غادي ندوز معكم الحشوه اللي غادي نعمر بها هاد لي مول. اول حاجه خديت هاد لي كروستاتي صغيورين. الكروستاتا كيكون بحال البات سابلي وبشكلات نوتيلا. طحنته وخديت 300 غرام منه، وخديت هنا الكاوكاو او الفول السوداني حتى هو طحنته كيف ما كتشوفوا. وهنا الاضافه اللي هي زبده لوتوس سخنتها في الباماغي، كاين لكم تسخنوها في الميكرووند. هنا انا ما ضفتش سكر سنيده وما ضفتش سكر كلاصي، غادي نضيف فقط زبدة لوتوس. وما ضفتش حتى القرفة، لان حتى اللوتوس فيه القرفة. الا كنتو غادي تجمعوها بالشوكولات يمكن لكم تجمعوها بالشوكولات او نيستلي. وهنا غادي نحرك كيف ما كتشوفوا، غادي نخلطهم مزيان حتى يندمجوا ليا. كيف ما سبقت قلت لكم هنا راه ما درتش السكر لحقاش عندي انا البسكوي حلو، وعاد غادي نديروها في ليمون ديال الشوكولا حتى هي حلوه. كيف ما كتشوفوا صافي حصلت على القوام اللي بغيت. ها هي كتقدر تشكل معايا. دابا غادي نمشي نخرج لي مول ديالي من الكونجيلاتور باش نخدم بهم، اللي هما هادو من بعد ما ضفت ليهم الكوش الثاني. وغادي نبقى نضيف بشويه بشويه حتى كنعمرهم هكا. حاولوا ما يوصلوش حتى الاعلى، يعني حتى الفوق، باش نلقى فين غادي نعاود نضيف الشوكولات. كيف ما كتشوفوا غادي نحاول تنعمرهم، عاد من بعد نضغط عليهم. هنا الليمون عندي يلا خرجتهم الكونجيلاتور باش كنتحكم في الحشوه ندخلها وما يخسرش لينا الشوكولات اللي درناه في المول، ما كيتهرس ما والو وما كيدوبش. كنتحكموا فيهم على خاطرنا. كيف ما كتشوفوا هكا غنبقى نعمرهم حتى نكمل، وعاد غادي نبدا نضغط عليهم بشويه باش ياخذوا الشكل ديال السيليكون. ودابا غادي ناخذ الشوكولات. هنا عندي الشوكولات عادي يعني ماشي المر. غادي ندوبو توا في الباماغي، وكنبقى غادي ناخذ شويه بحال هكا ولا بشكل عشوائي كنسرحوه على المول كامل. هنا المول دائما يكون بارد، دائما خرجوه من الكونجيلاتور وخدموا به. صافي هنا غادي ناخذ واحد السكين وغادي نزول الزائد على هذا الشكل هذا حتى كنحصلوا على الشكل اللي بغينا. نحيدوا هذا الفائض اللي من الفوق.
ودابا صافي غادي ناخد هنا عندي هادوك القويطات ديال الحلوى وغادي نبدا نخرج الحلوى ديالي من المول. كيف ما كتشوفوا ها هو الشكل. الشوكولات هو هذاك اللي درناه من التحت. صافي كنزولها وإلا كاين شي زائد من الشوكولات كنزولو هكا على هاد الطريقه هذه وكنوضعها. ودابا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها من بعد ما زينتها بالعقيق ديال الحلوى. درت هاد اللوين البنفسجي والوردي. والفيديو ديالنا هو هذا. نتمنى الحلوى ديال اليوم تكون عجباتكم. شكل كيجي زوين بزاف وراقي بريستيج يعني مكونات بساطه. ثلاثه المكونات اللي هو الفول السوداني والبسكوي وزبده اللوتوس. اتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا دائما بكل جديد كنزلوا على القناه. شكرا على المتابعه وشكرا على الدعم ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.